تجمع المعرفيين الأحرار. النظام الداخلي. الاسم تجمع المعرفيين الأحرار. التعريف هو تجمع تنويري غير سياسي يسعى لجمع المعرفيين الأحرار وليس مثقفي ومبدعي السلطة، سواء كانت سلطة دولة أو حزب، ضمن رؤية اتحادية تحقق طموحاتهم وتؤسس لمناخ إبداعي مستدام لاستمرار إبداعهم وتحقيق خصوصيتهم وتمايزهم عن غيرهم، وتذيع أعمالهم وتنشرها بعيدا عن ضغط وولاءات السلطة ومؤسساتها التي تزعم الاستقلالية لأجل خلق أجواء من التبادل الثقافي المعرفي فيما بين المبدعات والمبدعين ممن لم يسقطوا في أحابيل وإغراءات وأوكار السلطة، سواء كانت سلطة الدولة أو الحزب. المعرفي وفق الاصطلاح المتفق عليه هنا يشمل كل فنان أو باحث أو مفكر أو أديب أو مبتكر، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعمل في مجالات العلوم الإنسانية والإبداعية والتقنية والفنية بكافة أشكاله. الرؤية. ينطلق التجمع في أدبياته من الأفكار التي وردت في كتاب الحب وجود والوجود معرفة للكاتب الكردي ريبر هابون، الذي نظر لهذا التصور ودعا لإحياء الرابطة العقلية واتحاد المعرفيين بغية تحقيق التبادل المعرفي وترسيخ الروابط المشتركة بين كافة المبدعين والمبدعات، حيث يرى التجمع نفسه امتدادا لتضحيات وجهود المعرفيات والمعرفين الذين لم يساوموا على مبادئهم ودفعوا ثمن مواقفهم ضد محاكم التفتيش المختلفة عبر التاريخ، أمثال سقراط، الحلاج، ابن المقفع، ابن رشد، الغاليلو، نيكولاس، أبو العلاء المعري، نوال السعداوي، حنا آرنت، أحمد خاني، مرورا بمحمد شيخو وجيجار خوين، جينا أميني وغيرهم، الكثير ممن قضى نحبه على يد أعداء بلاده أو المنظومة التي اختلف معها ودفع ثمن مواقفه نتيجة لذلك. مقر التجمع الرئيسي. يقع المقر في مدينة دوسلدورف الألمانية الواقعة في ولاية شمال الراين، وشعار التجمع عبارة عن رمز لإنسان يفرد ذراعيه باتجاه الأعلى باللون الأزرق الفاتح نحو الآخرين، ويرمز للآخرين بألوان مختلفة كالأحمر والأصفر والأخضر والزهري الفاتح والنهدي الغامق، في إشارة إلى مبدأ الانفتاح وممارسة الاختلاف، للتأكيد على أن المعرفيين متعددو الألوان أي المواهب والمدركات من آداب ومعارف وفنون. أسفل الشخص هناك اسم المعرفي باللغة الكردية، وفي الأسفل منه اسم تجمع المعرفيين الأحرار باللغتين الكردية والعربية، في إشارة إلى الجمهور المستهدف. أهداف التجمع: جمع المعرفين على اختلاف مواهبهم في رابطة عقلية إبداعية تؤكد على قوتهم واستمرار تأثرهم وتأثيرهم المتبادل على بعضهم البعض، لتحقيق أعمال مشتركة تحقق الإنسان المبدع مناعته الداخلية وشعوره بالقوة، حيث يقف مع أقرانه من المبدعين في مواجهة مثقفي السلطة وفتح ذلك التعاقد المريب فيما بينهم، والذي هو استمرار لذلك التعاقد التاريخي الذي هدفه تشويه الإبداع وإفراغه من محتواه ودلالاته البعيدة. التأكيد على ضرورة بعث الأمة العقلية الأسمى من تلك الروابط التقليدية كرابطة الدم، اللغة، الجغرافيا، وذلك من خلال ترسيخ مفهوم يركز على التعاضد والتآلف بين كافة المبدعين والمبدعات بمعزل عن مكان تواجدهم الجغرافي، وذلك خدمة للمجتمع على قاعدة أن تأثر أي بقعة في الوجود يعني تهديدا للجوار والعالم برمته. تحقيق كل ما يستلزم لنشر أعمال ونتاجات كافة أعضاء التجمع على قدم المساواة، وكذلك إبراز الفنان أو الفنانة عبر الترويج لموهبته وأعماله والعمل على إيجاد منابر تمكنهم من نشر رسالتهم الإبداعية إلى المجتمع بكافة الوسائل والسبل المتاحة. مبادئ التجمع:
لكل معرفية أو معرفي مطلق الحق في إبداء رأيه وأفكاره دون قيد أو شرط. كل معرفية أو معرفي قوة وامتداد لقرينه المعرفي ومبعث ارتياحه النفسي، حيث يعمل الجميع على مكافحة مشاعر الغيرة والصراع غير الأخلاقي للحيلولة دون ظهوره سرا أو علنا فيما بينهم، بما يضمن بقاء المحبة والود بين الأعضاء كافة. لا يعنى المعرفيون بالسياسة ومشكلاتها، وإنما هدف التجمع هو مواصلة الإبداع خدمة للمجتمع بضمان حماية المبدع والإبداع ونشره بكافة السبل. العهد: كل معرفي أو معرفية منخرط في التجمع يعني موافقته على مضمون النظام وأهدافه ومبادئه وتبنيه لها في حياته وسلوكه ومواقفه، وكذلك يسعى مع كافة المعرفين في نشر هذه الأفكار عبر استقطاب ممن يجد فيهم الرغبة الحقيقية في الانضمام لهذا التجمع. شروط الانضمام للتجمع: كل مبدع أو مبدعة ثبت إبداعه غير منتم لأي حزب سياسي أو مرتبط عضويا بأي مؤسسة تابعة لها، غير مثبت عليه ارتكابه لأي جرم أو سلوك مريب يؤثر سلبا على أعضاء التجمع، يؤمن بما أتى في النظام الداخلي للتجمع ويعمل على نشر أفكار واستقطاب كافة المبدعين والمبدعات إليه. انتهاء العضوية: الانضمام لحزب سياسي أو مؤسسة ثقافية تابعة لحزب أو نظام سياسي. يحق لكل عضو الاستقالة بطلب كتابي يبين فيها أسباب الاستقالة. الوفاة أو وجود مرض عضال يمنع العضو من مواصلة بقائه داخل التجمع. يحق لمؤسسي التجمع فصل أي عضو أو عضوة إن ثبتت عليه المخالفات التالية: الإساءة الشخصية المتعمدة لأي عضو داخل التجمع، استخدام التجمع لمآربه الخاصة أو القيام بالإساءة إلى أفراد أو مؤسسات أو جمعيات ثقافية باسم التجمع، ارتكاب العضو أو العضوة لجرم أو تصرف مناف للآداب العامة. الهيكل التنظيمي يتألف من فريق التأسيس، الأعضاء الإداريون. الأعضاء: فريق التأسيس يضع الفريق نظام عمل التجمع ويقوم بالإشراف على كتابة النظام الداخلي وتعديل بنوده حسب الضرورة، وكذلك وضع برامج تتضمن أنشطة ثقافية، ندوات، معارض، حفلات فنية، ورشات عمل، رحلات ترفيهية، وكذلك الإعداد لمؤتمرات سنوية ومهرجانات فصلية أو شهرية. الأعضاء الإداريون يقومون بالتنسيق مع فريق التأسيس على التواصل مع كافة الأعضاء، وكذلك استقطاب الأعضاء الجدد ونشر مبادئ التجمع، وكذلك طرح المبادرات والمقترحات على فريق التأسيس لمناقشتها وتحسين الأداء العام للتجمع وإزالة كافة النواقص والعقبات للحيلولة من تفاقمها أو دوام وجودها. الأعضاء يواصل العضو دوام مشاركته في كافة الأنشطة والتظاهرات الثقافية والتفاعل معها بصورة دائمة، ويثبت حضوره في ساحة التجمع ما أمكنه.